ولا بيهزوا قلبنا ولا بنعلق صورهم ولا حتى بنعرض صورهم ولا عارفين مين إبراهيم الرفاعي. ولو عملت استفتاء كده بين المصريين من إبراهيم الرفاعي نسبة مخجلة اللي هتبقى عارفة النسبة. هم طبعا يشرفني انهم يعرفوا، بس النسبة هتبقى قليلة قوي. انا مش عايز ابقى قاسي على اللي اللي ما يعرفش ابراهيم الرفاعي، لانها كمان مش مشكلته بس، مش قضيته هو، ده قضيتنا كلنا. ابراهيم الرفاعي امير الشهداء. امير الرفاعي ابراهيم الرفاعي بعد 67 نكسة مدمرة هائلة، مصر في حالة من حالات الإهانة الحقيقية والانكسار الكبير، انتهى إلى أنه جيش مضعضع مهزوم وشعب محبط مكتئب. ونخرج ازاي من الأزمة دي واحنا بنينا أرض محتلة؟ الإسرائيليين احتلونا، الصهاينة احتلونا. نعمل ايه؟ في اللحظة دي كان لابد من حاجتين. الحاجة الأولانية انك تقول للجند المصري اللي واقف على خط النار ده انه مش مهزوم لانه مصري، لا، هو اتهزم لانه ما عندوش الامكانيات، وما كانش فيه الخطة، وما كانش فيه الحسبة، وما كانش فيه الروح، وما كانش فيه القيادة. وكان لازم تبث فيه شجاعة كبيرة، وكمان تكسر حالة ان الاسرائيلي ده، الجندي الاسرائيلي ده اللي ضربونا في 6 ايام. يعني عارفين طبعا حرب 67 بدأت بالضربة الجوية الأولى لإسرائيل، الضربة الجوية الأولى، الطلعة الجوية الأولى، بو 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 بو، ضربوا كل مطاراتهم، مطاراتنا آسف، المطارات المصرية وكل طيارنا المصري. 90% من الطيران المصري راح. طبعا محدش عارف مين يعني صاحب الضربة الجوية الأولى في إسرائيل، إنما يعني ماشي. المهم هزمنا وانكسرنا، وكان لابد من إن احنا نستعيد هذه الروح، إن احنا نقدر نهزم إسرائيل. نقدر نهزم إسرائيل إزاي؟ إن الإسرائيلي ده نقدر نهزمه إن احنا شجعان وأقوياء. فكمان يبقى لازم نواجههم، لازم نواجه، لأنه ما ينفعش لو احنا سيبنا الزمن من غير ما نواجه الإسرائيليين حالا دلوقتي هتكبر الأسطورة. الضابط والعسكري المصري هيحس إن الإسرائيليين دول حاجة كبيرة قوي ولا يمكن مواجهتهم. فلازم الأول نواجه، ثم عشان نسترد الكرامة بتاعتنا ومعنوياتنا، وكمان الجندي المصري يسترد شجاعته ويعرف إن نقدر، نستطيع أن نفعلها، نستطيع أن نهزم اليهود، نهزم الإسرائيليين. فقال لك الأمل، الشيء الوحيد اللي نقدر نعمله دلوقتي إن احنا نعمل عمليات خلف خطوط العدو. الإسرائيليين محتلين لغاية الضفة الشرقية للقناة، وانت قاعد على الناحية التانية من القناة بتشوف سيناء المحتلة، وبيعملوا طبعا خط بارليف والدشم وملغمين قناة السويس. فالمطلوب انك تعمل عمليات استشهادية او عمليات استطلاعية او عمليات انتحارية او غير اي حاجة. ازاي؟ انك تعبر المية دي وتخش على القوات الاسرائيلية اللي موجودة ومعسكرة وتعمل عملياتك. فانت لو نفدت من الالغام، ولو نفدت من النبالم اللي يولع نار فيك انت وانت بتعبر القناة، ولو نفدت من رشاشهم القناصة بتاعتهم، مش هتنفد من الجيش بتاعهم اللي قاعد دشم وقاعد حراسات جه ابراهيم الرفاعي. ابراهيم الرفاعي العظيم، اول بطل مصري عمل فرقة مهمتها انه يخش على خطوط الخلفية للعدو، هو و4 ضباط و40 عسكري. جابهم بقى صعيدة وبحروة، جابهم من كل حتة في مصر، جابهم من الصعقة، هو كان ضابط صعقة، علمهم ودربهم، وبقى يعمل ماكتات ديكور يعني شبه المواقع الإسرائيلية هنا في الصحراء في دهشور وفي غيرها، ويدربهم على الاقتحام، ويعلم رجالته ازاي يواجهوا الإسرائيلي، ازاي يقتلوا الإسرائيلي، ازاي يفجروا مواقع الإسرائيلي. وبدأوا يعملوا هذه العمليات كل يوم 2 3 بينزلوا يفجروا ويضربوا ويقتلوا ويخطفوا ويجيبوا أسرى كمان، يجيبوا أسرى إسرائيليين. أول عملية عملها
كان اسمها عملية التمساح، من العمليات الشهيرة والعظيمة والبطولية. الحقيقة من أكتر العمليات اللي أنا شايفها عملية نادرة رائعة مشرقة رهيبة، إنه الإسرائيليين جابوا صواريخ جديدة وحطنها في مناطق في سيناء، والمصريين مش قادرين طبعا نطلع طيارات تقرب، طيارات استطلاع عشان هتتضرب، فمش عارفين ايه نوعية الصواريخ دي وايه مداها وايه قوتها. وفي نفس الوقت الجواسيس بتوعنا في اسرائيل وفي الناحية التانية ما جابلوناش معلومات عن الصواريخ دي. طب نعمل ايه؟ ابراهيم الرفاعي عمل العملية العظيمة الرائعة اللي تتدون في روايات وفي كتب وفي دواوين شعر وفي أفلام في مسلسلات. بالمناسبة الأديب العظيم والروائي الكبير جمال الغيطاني عمل رواية بعنوان الرفاعي عن الشهيد إبراهيم الرفاعي أمير الشهداء. عمل إيه؟ نزل هو ورجالته وأبطاله. وبالمناسبة كان في الفرقة دي طباخ من الشيراتون اتجند، يعني واحد طباخ في الشيراتون وهيجندوه بقى عسكري، فبقى لما راح للفرقه دي مهمته انه يطبخ له. فبعد ما بيشوفهم بقى كل يوم بينزلوا سينا وكل يوم يعبروا القناه وكل يوم يعملوا عمليه فدائيه وكل يوم يهزوا اليهود ويهزوا الاسرائيليين، غار. اشمعنى انا؟ يعني ايه بطبخ لكم؟ انا مصري، انا جندي، انا لازم اشيل المدفع ولازم اعبر القناه ولازم اضرب الاسرائيلي ولازم انفذ معاكم عمليات. الطباخ وعلم 4 عساكر الطبخ ونزل معاهم المعارك وبدأ ينزل معاهم ورا خطوط العدو، وكانوا مسمينه كده الاسم بتاعه الطباخ. المهم يعمل ايه؟ خد المجموعة دي إبراهيم الرفاعي، مجموعة قليلة من المجموعة العمليات اللي بينزلها، وعدوا قناة السويس بالليل وسط بقى تجاوز الألغام والنابالم، شيء رهيب. وعدى الدشم ووصل لغاية مكان الصواريخ. في اللحظة دي وزع جنوده، نزلوا فرادى، اقتحموا ورا دشم الإسرائيليين، قتلوا عساكر إسرائيليين بالخناجر عشان ما يضربوهمش بالرصاص فينتبه الكتيبة الإسرائيلية. وعمل ايه بقى إبراهيم الرفاعي؟ شال صواريخ، شال 3 صواريخ، شال الصواريخ مصورها، خد الصواريخ على كتافهم. الفرقة دي اللي سموها فرقة 39 بعد شوية عملوا عمليات كتير قوي ونجحوا كتير قوي، لدرجة انه ضباط المخابرات العسكرية كانوا بيدوا لهم هدايا. يدوا هدية لإبراهيم الرفاعي لما يرجع، يدوا له الشريط اللي مسجلاه أجهزة التصنت المصرية على المواقع الإسرائيلية، اللي الشريط ده مليان باستغاثات وصرخات العدو الإسرائيلي. العساكر الاسرائيليين لما فجأة بيلاقوا إبراهيم الرفاعي جه وبيضرب برصاص وبيرمي القنابل في الخنادق بتاعته، بيصوتوا ويصرخوا، تلتقط الاستغاثات دي والصراخ ده أجهزة التصنت المصرية، فتتحط على شريط، فيقوم عامل له نسخة الضابط ويديها لأمير الشهداء إبراهيم الرفاعي، يقول له شوف عملت إيه في الصهاينة، شوف عملت إيه في الإسرائيليين، اسمع بنفسك وهم مفزوعين منك ومن قوتك من بطولتك من عظمتك. من إبراهيم الرفاعي ده اللي صورته دي. شال الصواريخ، الناس كلها تتصور إنه رايح يعمل الصواريخ عشان يستطلع إيه نوعية الصواريخ دي. لا، شال الصواريخ، شال 3 صواريخ هو ورجالته، وعدوا بيهم كل تحصينات الإسرائيليين وعبر